شأن الدنيا أن تضيق أحيانا فننظر إليها بعيوننا البشرية التي لا ترى إلا ما هو ماثل أمامها، فنراها قفلا لا مفتاح له. ولكن لو نظرنا إليها بعيون الإيمان لعرفنا أن الضيق مأذون بالفرج، وأن الهموم إذا تكاثرت أوشكت أن تتساقط كلها. هناك لحظة مفصلية تبلغ فيها الكروب ذروتها، فإذا ما أسلم العبد فيها كل أمره لله وقطع أمله ورجاءه بالناس وعلقه برب الناس، أتى الفرج معجزة. في اللحظة التي بلغ أذى قوم نوح عليه السلام له ذروته ونظر إليهم وعلم أنه لا أمل يرجى منهم، رفع ملف القضية من الأرض التي ضاقت عليه إلى السماء التي كان يعرف أن كل المتسع فيها. جاء الأمر ببناء السفينة، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر.